لكن وديت بنتك لا متعلمة ولا متأدبة، وابنك كمان ما انتش معلمه يتعلم يتعامل مع بنات الناس. قبل ما تجهز كده انت كل اللي شغلك الشقة والعزال والفرح والذبيحة والنادي والقاعة والعزومة والنقطة كل ده حوالين ده الليلة اللي بره. خش جوه بقى، قعدت مع ابنك كم قعدة قبل الجواز؟ بالك انت داخل عليك واحدة بنت ناس بقالها 20 سنة عايشة في بيت غير بيتك، طباعهم غير طباعنا، أكلهم غير أكلنا، شربوهم ونومهم غيرنا. لازم تألف عليها وتألف عليك وتستحملها وتعلمها، ومسؤولية وربنا يحاسبك عليها، وتتقي ربنا بره عشان وتقعد. درست له انت الكلام ده؟ علمته القصة دي؟ لا، انت مبسوط انك زفيته هوب رزعته وقفلت الباب. واطحن يا ابني جوه، اطحن بقى. وهي جات برضه من عند امها نفس الموضوع، الفستان والمكياج والفرح والكوافير والتصوير، خلصنا هوب يدخل جوه. جديين بنطحوا بعض، جديين بنطحوا بعض. ما فيش علام، ما فيش تعليم، ما فيش دين نرجع له. ما بتصليش هي، ما بقول لك ما بتصليش. مش النبي لما علمنا قال والله حاجتين في الاتنين عشان انت تعلم ابنك وتأدبه ويطلع صاحب اخلاق ودين. فيوم يقول للمسلمين اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مش اذا ارتضيته فلوسه وبيته يقول لك عنده بيت عنده فلوس موظف. اما دي العلامات بتاع الاول. يقول لك يا عم دينه لنفسه، لا دينه ليك يا اخوي، دينه ليك ولبنتك. دور على دينه قبل دول. يقول لك وموظف ولا مش موظف، عنده شقة ولا ما عندوش، عنده دخل ولا ما عندوش، معاه وما عندوش دين. هيطلع دينك ودين بنتك، وكل اللي هيدخل لك هيطلع دين. مش ده اللي بيحصل؟ ويعكس بقى نفس الكلام. هاتها حلوة وجميلة وبنت فلان ووراها فدان، صح محمد؟ ووراها وبعدين وتروح هناك من غير دين، هتعمل ايه؟ هتطلع برضو نفس الكلام. ونرجع بقى على الأساس اللي كنا المفروض نشتغل عليه، اللي هو ايه؟ نأدب. بس نأدب مين بقى؟ انت عاوز تأدب ابني وانا عاوز أدبك انت وبنتك، والمحامين هم المنتفعين في النص، صح؟ طب ويحصل الشقاق والخلاف والفرقة بين المسلمين. ده الواقع، ده الواقع. انزل في بلدنا وعزبتكم وفي كل مكان، شوف كم حالة خلاف. ده الخلاف من أول الشبكة، خطوبة، والبعد كده الجواز، بعد كده العيال والنفق. مفيش حاجة، لأن مفيش حاجة ماشية على علام وعلى دين. ما احنا ما أدبناش. لو اتأدبت وتعلمت سر جوزها مش هتطلع تقوله برضه. هي أمها علمتها كده، لكن أمها دلوقتي هي أصلا سبب فشلها. ضمها تليفون الصبح وتليفون الظهر وتليفون المغرب. راح فين؟ عمل ايه؟ امه قالت لك ايه؟ واخته عملت عليك ايه؟ دخلت بيه وموشع. بدل ما تعلم بنتها تقوم تقول لا شدي واعملي وتهوي وطيب شاطره، بعد 10 ايام هتجيلك تنام في حضنك، هترجع لك تاني والكحك لسه دافي. ما هو من ايه؟ مفيش دين ومفيش تعليم. النهارده البنات مطلقة وابوها لسه بسد في المطبخ. والله ما كمل لسه مولانا، لسه ما كملش السداد بتاع المطبخ. طب ليه؟ لأنه ما ربناش وما علمش. وأنا ما ربيتش ابني وما علمتوش. لما تشوف ابنك كده بقى عاقل وراجل ويشيل مسؤولية ويعرف يعني ايه بيت، ويعرف يعني ايه، يفهم معنى حديث كلكم راع وكل راع. والله لو معاه دكتوراه. سيد قال كلمة حلوة وقالها غلط بس حلوة. بيقول لك عندها 40 سنة. أنا معاك، ممكن البنت ما يصحش إنها تتجوز واحدة ممكن عقلها ما ينضجش إلا عندها 40 سنة، ما تجوزهاش إلا لما يبقى عندها 40. ما تجوزوش وما تجوزهاش إلا مع عقله ينضج. هو بيحسب بقى على كل واحد، بيحسب على دماغه. أيوة، استنى لما يبقى فيه نضج وفيه كمال.